حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد في روتين جديد مع المطر بقى والسقعه والتكتكه، ومع الاستاذ امشير اللي مشرفنا ومنورنا وعمال يعني الدنيا كده مقلوبه شمال ويمين وعمال يمطر. عمال الدنيا يعني تشتي، معرفش الدنيا ايه اللي جرالها. على الرغم اللي الشتاء يعني ما شاء الله كان ماشي عندنا حلو قوي من ساعه ما الاستاذ امشير شرف، وهو خلانا خلاص جبنا اخرنا. فربنا يعديها على خير يا جماعه، ويعديها على الامه الاسلاميه كلها يا رب العالمين. طبعا طبعا كان المطر كان امبارح مش النهارده، بس لسه الاجواء بقى بتاع المطر والارض فيها ميه والحاجات دي كلها. طبعا حتى الشباشب عندي لا مؤاخذه يعني كلها طينه، قلت انفضها بالشكل ده واركنها كده ايه. جايبه برنيكه كده، برنيكه بتاع الفاكهه دي، فاكره لما كان ايام العزه ما كانت الحاجه رخيصه وبنجيب ساعات برنيكه فاكهه. اه البرنيكه دي لسه عندي بقى بتاع، بتفكرني بالذي مضى. دلوقتي الواحد لو جاب كيلو فاكهه يبقى كرم من ربنا على الغلا اللي احنا فيه ده يا جماعه. تمام. فالبرنيكه دي لميت بقى ايه، اعزكم الله، لميت فيها الجزم بقى والشباشب والحاجات دي كلها. طبعا ايه عشان ما عنديش جزامه، تقولوش بقى عليا حاجه وتقولوا ازاي حتى الجزم في البرنيكه والكلام ده. يا جماعه انا ست بسيطه جدا، ست متواضعه جدا، ست مصريه بسيطه جدا ابا عن جدا، يعني ابسط من البساطه كده زي ما بيقولوا. تمام. رحت كنسه السلم بقى بتاع الجميل. بقى لا بقى مش بقى. تاخدوش في بالكم على الكلمة اللي انا اتلخبطتها دي. المهم مسحت كنست السلم، وهطلع بقى شويه الترابه والطين، هي طينه مش تراب، طينه من الجزم والشباشب والحاجات دي. طلعها بره، احدفهم بره بس عشان ايه ما يتفرطوش كده وننزلوا على السلم ويبهدلوا الدنيا. انا كده نطرتهم بعيد خالص في الشارع. طبعا تقولوا لي يا ام علاء انت نطرت الطينه كده في الشارع، طب قدر حد رايح ولا حد جاي؟ هقول لكم انا اخر بيت في الشارع، ولا حد بيروح ولا حد بيجي، انا اخر الشارع. تمام. دلوقتي بكنس بقى السلم، ام علاء يا جماعه بتكنس السلم اهو تنضفه. طبعا احنا يا جماعه ناس بسيطه جدا عايشين في الريف المصري، حوالينا الخضره وحوالينا الطبيعه وحوالينا الجمال كله. جبت جردل بقى، وبعدين الشرشوبه بتاعتي الجميله. ورحت ابتدي كده امسح. هي طبعا انا فخوره بالشرشوبه بالشرشوبه بتاعتي، ما اعرفش ليه. المهم عشان يا جماعه انا صنعاها على ايديا. طبعا كان عندي الدايره بتاع الشرشوبه دي انكسرت، او الايد انكسرت، فانا جبت ايد كانت مركونه، سمرتها بمسامير، شفتوا بقى. وبعدين البتاع الدايره اللي في قلبها الشرشوبه دي، رحت جايبه لها حته سلك بقى، سلك جامد كده متين، خرمه القماشه خرمين، وماسكاها ربطها في قلب المقشه كده، فمش هتسيب تاني. يعني انتوا لو في فيديو اللي فات بتاع مسيح السلم، كان تقريبا يعني من قيمة اسبوع كده، كنت الشرشوبة كل شوية تتقلع مني تتخلع مني وتترمي مني ومش عارفة ايه. دلوقتي خلاص انا هنصح بقى واخلي بالي من نفسي، مش معنى حاجة تنكسر اروح اشتري غيرها، لا ده الميزانية خلاص، هي الميزانية بتاعتنا والله ما مستحملة اللي احنا نشتري الاكل، هروح اشتري كمان ادوات منزلية عشان يبقى ايه، حطيت ده على ده يبقى ربنا يعديه على خير. المهم دلوقتي بقى مسحت السلم وشطرت كده ونضفته وخليته زي الفل. زي ما انتم شايفين كده، ست مصريه بسيطه لازم اقوم اعمل حاجتي بايدي، ما استناش حد يجي يعمل لي حاجتي. والله انت لو قعدت لحد السنه الجايه ما حد يجي يمسح لك دموعك من على عينك ولا يعمل لك حاجتك. لازم تقومي تشطري وتنشطي وتشوف حاجة بيتك وحاجة أولادك. ولو أنت بنوتة، يلا قومي ساعدي مامتك وخليكي بنوتة شطورة زي الفل كده، عشان يقعد العوض يجيلك إن شاء الله يا ست الكل. ماشي. كل بنوتة شايفاني دلوقتي ما تقعديش تكسلي وتستنى مامتك هي اللي تعمل كل حاجة، أنا عايزاكي تريحي مامتك على قد ما تقدري. طبعا مسحت السلم وظبطت السلم، اخد بقى الغسيل بتاع اللي انا غسلاه واطلع كده عشان انشر الغسيل بتاعي. طبعا ست بسيطة جدا يا جماعة، عندي احبال، عاملة احبال كده داير ما يدور في السطوح في الدور اللي هو فوقاني. تمام. طبعا بحط الغسيل على نفسي من كتر ما هو تقيل وعالي، راح جاي في الحبل واقع مني، فانا واقفه زعلانه عماله امسح القميص وانفض فيه واقول له يا غسيلي يا غسيلي، يلا هديت لي حيلي. طبعا الواحدة على ما تكون خلصت حاجة البيت، خلصت الغسيل والأولاد والحاجات دي، بيكون روحنا طلعت، يعني روحنا طلعت في مناخيرنا. حتى ما أكون مثلا جوزي متضايق مني وأقول له خلاص ده أنا روحي في مناخير، يقول لي يا رب يا رب يا أختي تعطسي عشان نخلص. طبعا هو بيهزر معايا، يعني معنى تعطسي يعني أنا روحي في مناخير، يعني لو عطست كده هتشين كده روح يعني هتنط مني. طبعا بنقعد نضحك ونهزر والكلام ده كله ونعدي.
حياتنا عادية خالص يا جماعة، بسيطة خالص. يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمتنا وعيشتنا البسيطة، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، كل اللي يجيبه ربنا إحنا مبسوطين وراضيين بيه، واللي ربنا مقسمه لنا هو ده. يعني اللي ربنا شايفه لنا هو ده الصح لينا. مش هنقول مثلا ليه يا رب أنت خلقتنا فقراء، ليه يا رب أنا ما عنديش، لا والله هو ربنا شايف لي ده الصح بتاعي اللي هينفعني في الدنيا وفي الآخرة. كده بقى أنا خلصت نشير ونشرت غسيلي. بس عايزاكم بقى اللي ما شاركتش في القناة يلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا أحلى بنوتة في الدنيا، باي.